في سنة 1977 الرئيس السادات فاجئ الناس كلها في خطابه عندما قال: استعد أن أذهب إلى أي مكان من أجل القضية حتى لو الكنيسة الإسرائيلي نفسها. الكل قال دي زلة لسان وأكيد السادات ما يقصدش، والجرائد والتلفزيون ما نشرتش الجزء ده من الخطاب. لكن في إسرائيل رد الفعل كان مختلف، ورئيس الوزراء مناحم بيجن قال: الفار وقع في المصيدة، والسادات بكلامه أثبت إن العرب ما بيحبوش السلام. وبالفعل اتبعتت دعوة اجتماع في إسرائيل علشان السادات يزور تل أبيب ويقع في الفخ. وبيجن قال: السادات أكيد هيرفض الدعوة، وبكده يبقى عمل لينا أكبر خدمة ووقفنا عملية السلام ورجوع الأراضي للمصريين. وفي مصر أجهزة المخابرات وكمان مستشار رئيس ما بقوش عارفين إيه اللي جاي، والسادات بيفكر في إيه، والناس بتسأل إيه اللي هيحصل لو طلع كلام الإسرائيليين صح وإن السادات مش هيلبي الدعوة ويروح لكنيسة الإسرائيلي. لكن السادات بعد ده كله كان طلع هو الشخص الوحيد اللي كان هادي جدا وصامت تماما. وبيحكي المهندس عثمان أحمد عثمان في مذكراته إنه كان مع السادات بعد الخطاب ده بكام يوم، وفجأة اتصل السفير الأمريكي وطلب مقابلة الرئيس. السادات قال لهم خليه يجي دلوقتي، وفعلا السفير وصل ومعاه دعوة من بيجن لدعوة السادات لزيارة إسرائيل ويقول خطاب في الكنيست. السادات قرأ الدعوة وابتسم وما علقش. وبعد يومين السفير الأمريكي جه للرئيس السادات علشان يعرف رده على دعوة بيجن. وكانت المفاجأة لما قال له: أنا هسافر إسرائيل يوم 19 نوفمبر. وبعدها اجتمع السادات مع النائب محمد حسني مبارك وممدوح سالم رئيس الوزراء والمهندس عثمان أحمد عثمان والمهندس سيد مرعي، وقال لهم: أنا مسافر إسرائيل يوم الأحد اللي جاي. كل اللي كانوا قاعدين سكتوا شوية من الصدمة، وبعدين قالوا له: بلاش يا ريس، وبعدين قالوا له أجل الزيارة شوية. الرئيس سادات ضحك وولع البايب وقال لهم: الغبي بلع الطعم، بيجن ارتكب غلطة عمره لما دعاني أزور إسرائيل. أنا رميت الجملة في مجلس الشعب وعارف إنه هيستغلها، وكان قدامه خيارين: يا إما يبعت لي أو يا إما ما يبعتليش، وبكده يتفضح قدام العالم والناس تعرف مين اللي ضد السلام، وبكده هيقع في المصيدة وهيدعيني، وبعد كده ما يقدرش يرجع في كلامه. والخطة مشت زي ما السادات عاوزها بالظبط. ويوم الأحد 19 نوفمبر اتحركت الطيارة من الإسماعيلية لتل أبيب، وكل اللي على الطيارة كانوا متوترين جدا طول الرحلة، إلا السادات كان هادي جدا. ولما وصل تل أبيب لقى كل زعماء الإسرائيليين كانوا في انتظاره وفي استقباله، بس واحد فيهم بس اللي السادات وقف واتكلم معاه أكتر واحد، وهو شارون. والسادات قال له: لو رجعت مصر يا شارون تاني هحبسك ومش هرجعك. وكان يقصد قصة السهرة اللي شارون كان القائد بتاعها قبل ما القوات المسلحة بتاعتنا تصفيها ويرجع مهزوم على تل أبيب. ونجحت زيارة الرئيس محمد أنور السادات في تل أبيب في تحقيق السلام، ورجعت الأرض لينا، ومن يومها وإحنا عايشين في سلام بفضل الله، ثم بفضل زعيم عظيم مش هيتكرر تاني. رحم الله البطل الشهيد محمد أنور السادات.